تقريبا ده اول فيديو اخرج عن النطاق بتاعي فيه، بس انا مش قادر اسكت. من حقي كمشجع اهلاوي اتكلم بعد ماتش امبارح، وده الحق اللي يا استاذ الكابتن الشناوي عايز ياخده مننا. قال لي طول عمره نادي الجمهور والشعب وكلنا عارفين كده، لكن اللي حصل من امبارح ده مش طبيعي. لما كابتنك يطلع يكلم جمهورك بالشكل ده يبقى عيب. انت مين عشان تقول انا همشي؟ امشي، انا ما بوقفش على حد. كنت عارف ان الجمهور بقاله سنه بيقول لك امشي، وبنعدي لك عشان انت كابتن النادي الاهلي. بس العيب مش عليك، العيب على الاداره اللي مش محترمه جماهير من زمان، من قبل السوبر الافريقي. احنا عمالين ننتع، عايزين صفقات، عايزين صفقات، عايزين صفقات. ازاي؟ لازم ان الاداره تعامل الجمهور بتعنت، ما تحترمش رايه. انا فاكر كان في حد بيحكي لي ان كابتن صالح سليم او احد رؤساء النادي الاهلي، الجماهير شتمت اللعيبه، نزل قال لهم ما تشتموش اللعيبه واشتموني انا، يتحمل المسؤوليه. الكباتن لما بتشتم بتروح تسقف الجمهور وتقول لهم معلش لما نخسر، لكن اللي انت بتعمله ده ما ينفعش يطلع من كابتن النادي الاهلي والمدرب اللي الناس مش شايلاه الليله، وانا معاهم على فكره، وهو فعلا مسؤول عن الخساره. وسام ابو علي مين اللي يطلع؟ ومين دول؟ ايه التبديلات اللي انت عاملها دي؟ كهربا مين ترتيبه قبل عمرو السوليه وبيرسي تاو؟ ازاي؟ اكيد هو يشيل جزء كبير جدا من الخساره والاداء السيء من قبل السوبر الافريقي، بس هو قادر بكلمه يموت الكلام ده كله. قادر يا باشا يقول لك ايه؟ انا ما جاليش الصفقات اللي انا عايزها. خلاص شايل الاداره الليله. وكهربا اللي انت من اول ما جبته خلاص لبس تيشيرت النادي الاهلي، وهو خلاص مش عايز يعمل اي حاجه تاني. انا خلاص لبست التيشيرت. هتقول لي ليه لقطات ومش ليه؟ هو بتاع لقطه فعلا، هو ليه لقطات. تقول لي لقطات كوره؟ اقول لك مفيش، مش جون ولا اتنين اللي يعيش على حسه في النادي الاهلي. واللي يقول لك حالته النفسيه ويجيب سيره المرحوم احمد رفعت او ايهاب جلال يبقى ما بيفهمش، مع احترامي. الناس دي اللي حصل معاها كان فساد من منظومه، فساد من منظومه فاسده اللي وصلتهم للحاله اللي خلتهم حصل معاهم كده. لكن كهربا ما عندوش اللي حصل لهم. كهربا مستني ايه اللي حصل له عشان نقارنه برفعت والاستاذ ايهاب جلال؟ لعيب كوره لازم يستحمل، اي لعيب كوره لازم يستحمل ضغط الجماهير، يا اما يشوف له شغلانه تانية ويفكوا من لعب الكوره. الشناوي مش محترم الجمهور من ساعه ما رفض يحتفل مع جماهير عشان ايه؟ شتموا عبد المنعم، وسكتنا وقلنا معلش كابتن النادي الاهلي مع حق عشان الجماهير ما ينفعش تشتم لاعيبتها، وقلنا ده جمهور ايجيبت. لكن اللي حصل هناك ده ايه؟ انت غلطان وبتكابر. انا اول مره في حياتي اتقهر بالشكل ده. وهنا ما بتكلمش عشان هو في الماتش على فكره، عشان هو في الماتش كان ممتاز، وفي كام لعيب في النادي الاهلي كانوا عاملين اللي عليهم في الماتش ده. بس ليه تستخفوا بقولنا كده؟ لازم كابتن النادي الاهلي يتعاقب، لازم يتعاقب وعقاب شديد. مش تخصمني منه مليون جنيه ونرجع بعد اول ماتش في كيرنس نكسبه تقوم قايل لي إن تم خصم نص الخرا اللي اداهولهم ده. لازم تحترم جمهورك. الإدارة متعنتة مع الجمهور، مش محترمة الجمهور. لما رئيس النادي الأهلي يطلع على لسان الأستاذ خالد مرتضى، يطلع يقول احنا عارفين ان انتر ميامي هيدعم وهيجيب صفقات وعارفين، بس احنا عندنا افضل لعيبه في افريقيا. فرحتي ده طموحك كده؟ هتروح تبقى حصاله في كاس العالم للانديه كده؟ انت هتبقى حصاله، هتبقى فضيحه في كاس العالم للانديه، هتبقى اسوأ فريق راح. ولو فضلت بالعقليه دي فين الطموح؟ بقى هو ده النادي الاهلي؟ وفعلا انا فكرت ان مش هشجع النادي الاهلي غير لما الاهلي ياخد ردة فعل على اللي حصل من لعيب. ما ينفعش لعيب يتطاول على جمهور. لازم أن تحترمني، لان انت مش محترمني وانا محترم جمهورك. وبس انا فعلا كنت محتاج اتكلم، حتى لو الفيديو بتاعي ما اتشافش او حتى ما حدش عبره او جاب اكبر عدد ديسلايك في التاريخ، بس كنت طلعت اللي جوايا من حرقه الدم اللي الواحد شافها. الفيديو ده ولا هتلاقي فيه ولا انترو ولا دخله ولا اي حاجه، عشان الناس نامت مقهوره بسببه من امبارح. سلام.